ليه ربنا ما قالش وسخر لكم الأسلاك الكهربائية مثلًا أو الإنترنت فائق السرعة؟ تخيل لو ربنا سبحانه وتعالى بدل ما كان قال في الكتاب وسخر لكم الخيل والبغال أو الليل والنهار، كان قال مثلًا وسخر لكم الإنترنت فائق السرعة أو المحركات النفاثة أو أيًا كان، ده كان هيبقى دليل كبير أوي على صحة وصدق الرسالة اللي نزل بيها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، خصوصًا في الأجيال الحالية اللي هي عايشة الحاجات الغريبة اللي حاصلة في عالمنا دلوقتي. فليه ربنا اكتفى بالمفاهيم اللي كانت موجودة دلوقتي زي الخيل والبغال والليل والنهار والفلك التي تجري في البحر، في حين إنه كان ممكن يبهر الناس بمقدرته لحد اليوم؟ عقليتي أنا بتقول لي إنه من بين كل الأسباب اللي العلماء فسروها، أكتر سبب مفهوم بالنسبة لي هو إن كل نبي بيبقى مرسل لأمة بعينها، والأمة اللي أرسل ليها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كانت دي مفاهيمها ومفاهيم حياتها في الفترة دي. زيك كده لو كان القرآن مثلا نزل عليك دلوقتي أكيد كان هيكلمك عن الأقمار الصناعية والميكروسكوبات والطاقة الذرية وما إلى ذلك، لكن عمره برضه ما كان هيكلمك على اختراعات هتحصل في المستقبل أو تطور هيجي بعدين أنت عمرك ما هتفهمه ومش هتقتنع بيه. تخيل مثلا كده معايا في القرن ال 18 لو كان حد اتكلم عن الذكاء الاصطناعي أو نظارة الفي ار مثلا، أكيد الناس كلها كانت هتسخر منه، محدش هيقتنع بكلامه. أنا مثلًا وأنا صغير كنت منبهر جدًا ومستغرب من حاجة اسمها تقنية البلوتوث، يعني أنا ما أعرفش أنتم عارفينها لحد دلوقتي والّا انتهت خلاص والّا إيه؟ إزاي تنقل أغنية من تليفون لتليفون من غير أي سلك ومن غير أي حاجة، يا دوب والاتنين كده بس جنب بعض. عشان كده ربنا كان بيفكّر الناس بالنعم اللي هم لامسينها وعايشينها في الوقت الحالي، عشان يتعظوا بيها، وعشان يتعظوا بيها لازم يكونوا الأول فاهمينها ومستوعبينها. طبعًا دي مجرد عقليتي أنا محمود عقل، مستني أعرف رأيك في الموضوع ده عشان أسمع بقية العقليات.